واحد من الأسئلة اللي بتيجي كتير جدا إن بيكون كل الناس مستنية خبر مهم جدا متوقع إنه يهز الأسواق بطريقة كبيرة، ووقت الخبر ما يحصلش حاجة. إيه بقى اللي بيكون حصل؟ كلنا عارفين إن إحنا بيكون عندنا توقعات للأخبار، الأرقام اللي المفروض تصدر غالبا بيكون التوقعات بتاعتها موجودة. فأوقات كتير جدا اللي بيحصل إن الأسواق بتعمل عملية تسعير مبكر. يعني إيه؟ يعني تسعير للخبر قبل صدوره، تسعير للحركة اللي ممكن تحصل لو الخبر ده طلع بالرقم ده اللي بتتوقعه الأسواق. فبتلاقي السوق عمل كل الحركة اللي المفروض يعملها بناء على الرقم ده، فلما يصدر الخبر بنفس الرقم ما تلاقيش حركة خالص مع انك منتظر حركة قوية، لكن الاسواق بالفعل بتكون سعرت ده. على سبيل المثال لما بيكون متوقع مثلا من الفدرالي ان هو يشدد سياسته النقدية بشكل كبير، بتلاقي صعود الدولار معظم الوقت قبل الخبر مش بعده. هتلاقي الحركة بتكون عنيفة جدا قبل الخبر بساعات وربما ايام، وده اللي بنسميه عملية التسعير المبكر. فلما الخبر بيصدر مطابق للتوقعات بتكون الحركة حصلت بالفعل، لكن لما الخبر يخالف التوقعات هتلاقي وقتها حركة عنيفة جدا في الاتجاه المقابل. ليه؟ لانه هو بيسعر او بيلغي اول عملية التسعير اللي حصلت للاول في الخبر الايجابي، وبيبدأ تسعير الخبر السلبي. واكيد مش كل الاخبار بيتم تسعيرها تسعير مبكر، لكن اخبار كتير جدا بيحصل معاها ده. وتابع الاخبار والحركة اللي بتحصل قبلها، ما تتابعش بعد الخبر بس.